اكيد استغربت اول ما شفت الصوره دي بتاعت منتخب المانيا قدام منتخب اليابان في كاس العالم قطر 2022. لكن يا صاحبي ما نستغربش خالص، لان الاسم الجديد للمنتخب الالماني مش الماكينات الالمانيه، غيروه خلاص. والاسم الجديد بقى العجلات الالمانيه، لان المكن باظ خلاص وما بقاش نافع، وبدلوه بالعجل اللي موجود قدامك دلوقتي. وطبعا زي ما احنا فاهمين ان منتخب المانيا بيدعم الالوان، فبالتالي مانويل نوير عايز يلبس شاره القياده بتاعه الالوان. وده اللي منعه الفيفا وقطر، لان الحاجات دي مش من عادات وتقاليد او ديانه قطر، فبالتالي اي حاجه من دي ممنوعه في اي دوله عربيه. فقرر المنتخب الالماني ان هو بقى يرد ان احنا مش واخدين حريتنا ومحدش بيدينا راحتنا ومش عايشين في قطر براحتنا خالص. فبالتالي تصوروا وهم عاملين كده على بقهم او على حاجه تاني يعني. وكمان ان هم مش عارفين يتكلموا ولا يقولوا اي حاجه، لدرجه ان هم حطوا ايدهم على بقهم، مش عارفين يتصرفوا في اي حاجه في قطر. بس برضه ما تنساش الاسم الجديد لمنتخب المانيا العجلات الالمانيه. والحاجه بقى اللي تغيظك ان جوندوجان وروديجير مسلمين، ما ينفعش يعملوا اي حاجه من دي، لكن برضه متصورين في نفس الصوره. وهي دي كانت اول حلقه واول خربوش من كاس العالم قطر 2022. وفي النهايه ما تنساش تعمل الاشتراك الحلو بتاعك واللايك الاحلى بتاعك، عايزين نوصل الفيديو ده ل 50,000 واحد مش بيحبوا العجل في المقص.